المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء، وفيما يلي أبرز عناوينها. تطعيم المواشي بإقليم الكاشبركة. اللجنة الوطنية في فرانكفورت تنظم سمينار شعبي واسع. تدريب المزارعين لتربية النحل في نقفة. واشنطن تكشف عن تقدم في المحادثات مع طهران. طاجكستان وغرغزستان تتفقان على وقف شامل لإطلاق النار. الصين وألمانيا تدعوان إلى إرساء التعددية والتجارة الحرة. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد مكتب وزارة الزراعة بإقليم الكاشبركة عن تطعيم أكثر من نصف مليون من المواشي في 7 مديريات لمكافحة مرض الإجهاض الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان. وأوضح مسؤول الثروة الحيوانية في الإقليم الدكتور تخلص قتكيه أن الاختبارات الفحصية العشوائية التي أخذت من مديريات أغردات ولوغو عنسبة وملقه أكدت وجود مرض الإجهاض في المواشي، وجرت حملة التطعيم في مديريات لوغو عنسبة ومنصورة وأغردات وملقه وفرتساوة ودقة وقلوج. وأشار إلى تقديم التطعيم أيضا ضد داء الكلب والحصبة وأمراض معدية أخرى، حيث تم تطعيم 4000 من الكلاب ضد داء الكلب، وتطعيم الحصبة لحوالي 80,000 من المواشي ضد الحصبة في مديريتي قلوج وعلي القاش. وإن أنشطة التوعية مستمرة لمكافحة الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان. ونصح الدكتور تخلزقي المواطنين لإعادة تناول الألبان ومشتقاتها غير المبسترة واللحوم غير الناضجة لمكافحة مرض الإجهاض، وغسل جيد للأيدي بعد لمس المواشي، داعيا أصحاب المواشي لمتابعة صحة مواشيهم. عقدت اللجنة الوطنية للإريتريين في فرانكفورت الألمانية سمينارا افتراضيا موسعا شارك فيه أكثر من 6000 مواطن في 25 من إبريل. وأوضح الدكتور جيدون باي اسمرون من الولايات المتحدة الأمريكية في السمينار الذي قدمه في المحاضرة التي قدمها في إطار السمينار بعنوان التصدي الموحد الذي لا يتزعزع بخنق وقيود الغرب، شارحا المؤامرات والدسائس المنفذة خلال السنوات 80 الماضية لعرقلة نضال الشعب الإريتري السياسي والمسلح من أجل الاستقلال، وفشله بالتصدي الواعي والقوي للشعب الإريتري. وقال إن الوحدة المتينة للشعب الإريتري أساس قوة هذا الشعب وانتصاره، ويجب على هذه الثروة تنميتها وتدعيمها دوما. كما أوضح رئيس اللجنة الوطنية في فرانكفورت الدكتور تسفاي عبللوم أهمية أهداف إقامة اللجنة الوطنية في ألمانيا، ومسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية في ألمانيا السيد كحساي تولدي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأهمية تقوية التصدي الإريتري الموحد. من ناحية ثانية، قدم المواطنون المقيمون في ألمانيا مبلغ 61,335 يورو لصندوق التصدي لأسراب الجراد، وقد تم التبرع بحوالي 25,000 يورو من المبلغ من عضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. ساهمت الأجهزة الطبية الحديثة التي أدخلتها عيادة ملبسه في مديرية حلحل بإقليم عنسبة في توسيع وتطوير الخدمات الصحية المقدمة. وأوضح مسؤول العيادة أخصائي تمريض الولادة بيان عقبة سلاسة بأن الأجهزة الحديثة التي دخلت خلال شهر مارس الماضي تشتمل على جهاز يبرز حالة الجنين الصحية وصحة الأم الحامل، وكذلك أجهزة الطاقة الشمسية. وذكر الممرض بيانه أن السكان كانوا يحصلون على الخدمات الصحية قبل إدخال هذه الأجهزة بالتنقل إلى مدينتي كرن وحلحل، لأنهم يحصلون على الخدمة في الوقت الحالي في عيادة ملبسه، وقد أدى ذلك إلى تخليصهم من إهدار الوقت والمنصرفات. وأشار الممرض بيانه فيما يتعلق بالأنشطة المنفذة خلال الربع الأول من هذا العام إلى ارتفاع أعداد الحوامل اللائي وضعن في العيادة مقارنة بالربع الأول من عام 2020 بنسبة 42%، ومتابعة أوضاع الحمل وقبل الولادة بنسبة 44%، والتطعيم بنسبة 2%.
كما أفاد الممرض بيان توزيع 2813 ناموسية في المناطق الموبوءة بالملاريا وأدوية البلهارسيا ل7762. أزهى تقدم عيادة ملبسه خدمات قبل وبعد الولادة والإنجاب الصحي وفحوصات المناعة الإيدز ورعاية الأمراض المعدية وغير المعدية وخدمات الصيدلة والمعمل الطبي والمتابعة المنسقة لأمراض الأطفال ونموهم وكذلك طب مرض السل وغيرها من الأمراض. نظم مكتب وزارة الزراعة في مديرية نقفة دورة تدريبية لإدخال وسائل تربية النحل الحديثة العلمية ورفع قدرات المزارعين بهدف رفع الإنتاج كما ونوعا. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية نقفة السيد محمد صالح علي أن التدريب الذي بدأ بعدد محدود سيتم توسيعه مستقبلا، ودعا المشاركون في التدريب لإحداث نقلة في أنشطتهم استفادة من التدريب الذي حاصلوا عليه. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن مفاوضات فيينا غير المباشرة مع إيران قطعت شوطا كبيرا. في المقابل وصف مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية سكوت بيرير إيران بالتحدي الرئيسي لبلاده في الشرق الأوسط. وأضاف برايس أن تقييم واشنطن يشير إلى أن الإيرانيين أصبح لديهم فهم أفضل لما يتعين عليهم فعله لاستئناف امتثالهم للاتفاق النووي. وأوضح أن مفاوضات فيينا غير المباشرة مع إيران قطعت شوطا كبيرا، إلا أن أمام الطرفين طريقا طويلا قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. بدوره قال مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية سكوت بيرير في وقت سابق إن إيران تشكل التحدي الرئيسي لمصالح بلاده في الشرق الأوسط. أوضح خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أن إيران تمتلك قدرات عسكرية متطورة وتبدي استعدادها لاستخدام القوة ضد القوات الأمريكية وشركائها. أفادت وسائل إعلام بأن طاجكستان وغرغيزستان اتفقتا على وقف شامل لإطلاق النار، وذلك بعد اشتباكات على الحدود بين البلدين أدت إلى سقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى. وأضافت أن رئيسي وزراء البلدين اتفقا على اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيض حدة التوتر على الحدود، كما أكدا الامتناع عن حل النزاعات الحدودية باستخدام القوة، وأعربا عن استعدادهما لتسوية النزاع الحدودي بين بلديهما. في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الغرغيزية أن قوات حرس الحدود بدأت سحب آلياتها من الحدود مع طاجكستان تنفيذا لإجراءات خفض التصعيد. بجانبها أعلنت السلطات الطاجيكية مقتل 3 من مواطنيها وإصابة 31 في الاشتباكات مع القوات الغرغيزية في منطقة باتكين الحدودية. وكانت الاشتباكات بين الطرفين اندلعت في الحدود بين مقاطعة شوكد الطاجيكية ومقاطعة باتكين الغرغيزية بسبب مخزون مائي ومحطة ضخ للمياه تقع على نهر إسفارا، ويقول كلا الطرفين إنها ملك له. قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كاتشيانغ إن الصين وألمانيا باعتبارهما اقتصادين كبيرين ودولتين لهما تأثير تؤيدان التعددية والتجارة الحرة، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدين أن يرسيا مثالا يحتذى به للتعاون المفتوح ومتبادل المنفعة والمربح للجانبين. وصرح لي بذلك خلال مشاركته في رئاسة المشاورات الحكومية السادسة بين الصين وألمانيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر رابط فيديو في بكين. وقال لي إن المشاورات الحكومية كانت بمثابة المحرك الفائق في دفع التعاون العملي الشامل بين الصين وألمانيا، مضيفا أن المشاورات تعقد بطريقة خاصة ويحضرها 25 وزيرا كل من الجانبين، وهو أكبر عدد في السنوات الأخيرة. ويصادف العام المقبل الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وألمانيا. انتهى سيداتي وسادتي نشرة أخبار هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.